انت تستقبل ابطال مصر اللي شرفونا في اولمبياد دولة الحاجات الخاصة، واللي هم اثبتوا لمصر ان هم الناس محترمة ويستحقوا ان احنا نحييهم. هو اولا الشعور ده مش هتكلم على شعور انا كشخص، هتكلم على شعور دولة كاملة، دولة اسمها دولة مصر، اعظم دولة في الكون. اولا الناس دي رفعت راس مصر، وامانه هو ده الحاجه اللي احنا كنا عايزينها بعد الاحداث اللي حصلت بعد احداث الثوره، حاجه ترفع راس مصر وحاجه تشرفنا خارج مصر. دي احنا بامانه نفسنا نفرح، وبعد الاحداث اللي حصلت في الاهلي ضد الاطرس ما رضيش يقف مع شباب الاطرس امبارح، والشباب لما راحوا قال عليهم همجيه من ناس اعلاميين. للاسف الاطلس برضو سوري انا بدخل في موضوع بعض، بس برضو بتكلم موضوع الاطلس مش همجي. الاطلس امبارح كان واقف في شارع محمد محمود، كان هو اللي بينظم المرور، وقف قدام برج العرب، محدش فكر يرمي طوبه، محدش فكر يشتم عسكري. ده لازم يا جماعه نوصف يعني شعورنا كلنا مصريين، وكلنا بنستقبل يعني الناس دي، عشان فعلا الناس دي بترفع راسنا خارج مصر وداخل مصر. تحب تقول لهم ايه لو انت قابلتهم دلوقتي قبل يعني تقابل اي واحد فيهم تقول له ايه؟ اقول له بجد هبوس راسه واقول له ربنا يخليك لينا، ويبقى سنويا بقى يعني على طول كده نفرح على طول ويفرحونا على طول ان شاء الله خير باذن الله. طب وانت بما انك شاركت في محمد محمود 1 و2 وشاركت في معظم يعني مواقع الثوره، هل ينفع ان احنا نكرم برضه المعتقلين وما ننساهمش الابطال دول؟ اكيد طبعا، هو اكيد اول مطالب الثوره كنا طالبين من رئيس محمد مرسي الافراج عن المعتقلين السياسيين، وليس الافراج عن المعتقلين الاخوانيه او السلفيه. كلامنا كان المعتقلين السياسيين تما، لا عايز حددنا اي تيار اسلامي او سلفي او اخواني او ابريدي. احنا بنتكلم عن المعتقلين السياسيين. للاسف الرئيس محمد مرسي ما وفاش بوعد لحد الان معانا. كلامنا مع الرئيس لسه يعني الوعود لسه ما اتنفذتش، فعندنا امل في ربنا كبير اللي هو نفذ لنا وعود الثوره وخرج المعتقلين السياسيين. يعني انا احساسي يوم ما المعتقلين يخرجوا ويدوا افراد كعام من رئيس الجمهوريه محمد مرسي هتكون فرحتنا اكتر من الفرحه دي، لان الناس دي تعبت معانا في الثوره وصلت معانا في الثوره وماتت معانا وشافت الموت معانا. تتمنى ان الرئيس محمد مرسي يجي يستقبل الابطال في المطار؟ والله انا لو هنتكلم عامه انا يعني احنا مش عايزين برضه نرمي كل حاجه على الرئيس ان هو يجي يستقبل الابطال. هو يكفي بس ان هو يبعت لهم دعاوي شكر، او يكفي ان هو يبعت لهم بطاريه ورد ويشكرهم باسم مصر، مش يشكرهم كرئيس جمهوريه مصر، يشكرهم باسم مصر. ده الواجب الرئيس محمد مرسي على اللقاء هذا وعلى الوضع الحالي داخل مصر. تحب تقول ايه لزمايلك في 6 ابريل وزمايلك الثوار في جميع التيارات السياسيه حتى الاخوان المسلمين؟ تحب لهم ايه؟ اولا انا بشكر كل، مش هنحدد 6 ابريل اللي انا من 6 ابريل عشان الناس ما تقولش هو بيتكلم عن 6 ابريل عشان هو من 6 ابريل، لا انا بحدد كل التيار او كل اي واحد ثوراجي او مش ثوراجي او اي واحد شارك معانا في الثوره المصريه اللي احنا بندعي ربنا اللي هي تكمل على خير واهدافها تكمل. بشكرهم شكرا جزيلا وبقول لهم ان شاء الله في الخير، ودايما ان شاء الله نتقابل بسعد وبفرحه، وربنا ما يكرر احداث محمد محمود ولا مجلس الوزراء، وربنا يبعدنا عن الظلمه اللي كانوا ماسكيننا قبل كده. ورجاء من الرئيس محمد مرسي محاكمه يعني اعضاء مجلس العسكري اللي قتلونا وقتلوا اخواتنا، واكيد الفيديوهات باينه قدام الرئيس محمد مرسي، واكيد يعني الجرايد كانت منزله صور من الجيش واخواتنا اللي اتعروا داخل الميدان، والتحرش العام اللي حصل من الاخوان سوري من الجيش داخل المتحف المصري مع استثناء الثوره. كل الكلام ده لازم الرئيس محمد مرسي يفتح الملفات دي، ودي مطالبنا برضه الاساسيه، ويفتح الملفات دي ويحاسب كل واحد غلط في اي حد مصري، لان دول الناس اللي نزلوا بدايه التعليق الرئيس محمد مرسي ما فكرش ان هو يبقى رئيس. احب اشكر حضرتك الاستاذ محمد علاء عضو حركه 6 ابريل، واشكر وجودك هنا استقبال ابطالنا ابطال البارا اولمبياد اللي هي ابطال الدوله الحاجات الخاصه، واشكر كل من ساهم في هذا العمل، وطبعا اشكر طبعا صديقك وانت اللي جبتني معاك هنا، فانا كنت عمري ما كنت حاسس باللحظه دي معاك هنا. شكرا جزيلا واشكر. وانا اشكرك يا استاذ شكرا جزيلا. مازن حمزه عضو حركه شباب 6 ابريل. ايه شعور حضرتك كنت حضرتك جاي تستقبل ابطال مصر؟ بص، هو مبدئيا قبل اي حاجه انا كنت بلعب سباحه وما كانش في دعم من الدوله. اول مره في حياتي احس ان انا النهارده جاي استقبل ناس مش عشان خاطر عشان خاطر رفعوا اسم مصر، ومش يعني واقل تقدير ليهم ان احنا كنا نيجي هنا. انا مش هدايا، انا جاي فرحان بيهم قوي. ايه شعورك في حركه 6 ابريل؟ وانا شايف ما شاء الله يعني
ابريل كتير قوي هنا، والاعلام والحاجات الجميله اللي هم بينفوها، وحزب الوسط وابو فتوح وحزب وحزب الدستور. يعني ما شاء الله الثوار اللي احنا بنعمله في ميدان التحرير احنا بنشوفها هنا ما شاء الله. يعني ايه شعورك اللي انت شايفه؟ انا لما بقول لك، انا اول لما لقيت حركه شباب 6 ابريل بتقول احنا واقفين نستقبل الابطال في المطار، حسيت ان هم بيكملوا لي حاجه جديده في حياتي مبدئيا كده. 6 ابريل متواجده في كل مكان في مصر، الحمد لله. شباب 6 ابريل موجوده في الشارع وفي الاسم وفي المستشفى وفي الحي وفي كل حته في مصر، الحمد لله. شباب 6 ابريل قوه وايد واحده، بسم الله. يعني القوه هي في العالم. يعني شباب 6 ابريل كان منسق العام احمد ماهر هو اللي طلب منكم كاعضاء حركه 6 ابريل النزول الى المطار لاستقبال الناس، وكاعضاء طلبوا من احمد ماهر ان احنا تنزلوا، ولا انتم نزلتوا بناء على العدد؟ لا، هو انا بصراحه دخلت لقيت حد في على الجروب كاتب هنروح نستقبل بعثه المنتخب البارالمبي في المطار. طبعا ما فكرتش بقى احمد ماهر احمد كتير، انا ان شاء الله لازم اروح، لازم ابقى مكمل مع الدفعه القويه ونروح نصوروهم جامدين قوي الحمد لله. ايه شعورك طيب لما في الميدان كنا بنشوف ناس كتير وبنشوف كل الاحزاب وبنشوف كل الحركات الثوريه في الميدان كانوا ايد واحده مع بعضين ما شاء الله، حتى الان ايد واحده ومصر ده اهم حاجه، ومصر كل سنه وانت طيب. ربنا يوفقك ان شاء الله. الصوت لما تحبوا الدنيا سكوت، أنا ضد الظلم وعمري ما خاف من الموت، ومكمل ثورة لحد ما اسقط الطاغوت، شايل الظالم نعشه أنا التابوت، الخوف بيخاف مني في الميدان تسمع عني، مش فارقة السلطة عندي، شعاري بحب بلدي. 6 ابريل 6 ابريل 6 ابريل 6 ابريل